حبايبنا الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايين نعمل مع بعض بسكوت النشادر. تمام، والمقادير معانا بالكيلو. تمام، دول 2 كيلو دقيق، عليهم 4 كوبايات سكر بودره، عليهم 700 جرام سمنه، 8 بيض، معلقه ونص نشادر، كيس بيكنج باودر، معلقتين بيكنج باودر، ومعلقتين فانيليا، كيسين فانيليا، و3 معالق كاستر، وكوبايه الا ربع حليب. تمام، ودي ريحه سمن بلدي. هنحطها على السمن. تمام، وهنضرب السمنه على السكر بالمضرب. السمنه لازم تكون يعني متلجه، مش متلجه، ماسكه في نفسها كده في الفريزر، بس تكون ساقعه جامد عشان تتضرب مع السكر البودره، تعمل فوم كده وتبقى زي الكريم شانتيه. تمام، هنضرب السمنه مع السكر. تمام، هنضرب السمنه مع السكر بقى لحد ما تبقى قوامها كريمي كده وحلو. اهو نفضل نضرب كده في السمنه والسكر لحد ما يبقى القوام بتاعها كده كريمي. تمام، نضربها كويس عشان كل ما بنضربهم كويس وبيبقوا هشين وحلوين بتبقى البسكوته حلوه كده، مش مكتومه، بتبقى حلوه مفرغه كده ومش مكتومه. هنبتدي نحط البيض. تمام، كل بيضه ونضرب، نحط بيضه بيضه ونضرب. تمام، لحد البيضه ما تختفي معانا وتدوب، ونحط غيرها ونضرب. ونحط الفانيليا كيسين.
كده خلاص ضربنا 8 بيضات مع 700 جرام سمنه مع 4 كوبايات سكر بودره وكيسين فانيليا. تمام. هنحط ايه، هنحط على الدقيق معلقه بودر، هنحط الدقيق. بس قبل ما احط الدقيق هشيل منه 3 معالق دقيق لاني هحط مكانهم كاستر. الكاستر بيخلي لون البسكوتة حلو وبيديها طعم حلو كمان. تمام. هننزل بالدقيق واحدة 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 ونلم. ونلم في العجينة كده، ندوب شوية ونرجع ننزل غيرهم. كده خلاص مرحلة المضرب انتهت. احنا نلم بقى بايدينا، نلم العجين بايدينا. ونحط ال3 معالق الكاستر. نبتدي بقى نلم العجين بايدينا كده، مش هنعجن احنا بس هنلم. تمام. هنخلط الدقيق بالسكر والسمنه والبيض. ودول معلقه ونص نشادر هنحطهم على كوبايه الا ربع لبن. تمام. نقلبهم كويس وبعدين ايه نحطهم على العجين ونلم بيهم العجين. تمام. نلم بقى العجين كده، مش هنعجن، احنا هنلم بس.
كده تمام، العجينه بقت جميله اهي. تمام، هسيبها تريح شويه وبعد كده ايه هنحط بقى في المكنه وايه ونشتغل. تمام، هنسيبها بقى تريح شويه وبعد كده نشغل المكنه. يلا كده ابتدينا نحط في المكنه وايه ونعمله اهوت. احنا خدنا شويه عملنا لهم تيست وطالع ما شاء الله جميل مظبوط والمقادير مظبوطه. بس للامانه عشان المكنه تزودي كوبايه الا ربع دقيق للمكنه. تمام، انما لو هتعمليه في القمع ما تزوديش. هي المكونات اللي انا قلت لك عليها دي هي اللي مظبوطه. تمام، وكده اهو عملناه بالمكنه. هندخله الفرن، مفيش هو ربع ساعه بالظبط هيحمر وهيبقى لونه جميل وهنطلعه. تمام، وبكده نكون خلصنا البسكوت بتاعنا النهارده. اتمنى الطريقه تكون تعجبكم وتجربوه. التسويه بتاعته طالعه جميله وطالع هش وجميل وتحفه. مقرمش وحلو وناعم وطعمه في منتهى الجمال. اتمنى تجربوا الوصفه بتاعتنا وتعجبكم، وما تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناه، ومستنيه تجربوا الوصفه وتقولوا لي رايكم في التعليقات. تمام، كنت معاكم رحاب حسين.